السلام عليكم ورحمة الله. خوتي وخواتاتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. كما قريتم من العنوان، غادي نقول لكم القصة ديال القاتلة راضية من أول يوم حتى آخر يوم اللي شدوها فيه البوليس. وفي الآخر د الفيديو غادي تعرفوا شنو كتعني ليها كل جريمة من الجرائم. مثلا، علاش دفنات راجلها تحتها في الدار وما دفناتوش في شي بلاصة أخرى. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم، بغيت نوضح واحد الحاجة. فعلم السلوك الإجرامي هو علم كيعاوننا وكيساعدنا نعرفو سلوك المجرم قبل وأثناء وبعد القيام بالجريمة ديالو. ماشي باش نشفقو ولا نعذرو المجرم، ولكن باش نعرفو هاد المجرم كيفاش التفكير ديالو، نحاولو نفهموه ونتفاداو كاع المشاكل والظروف اللي عطاتنا هاد الانحراف الأخلاقي الإجرامي. هنا غنسد القوس غير باش ما يفهموناش شي ناس غلط. دابا نبداو ان شاء الله. قتلات راجلها عزوز حيت حصلها كتخونو وواجهها بالدليل وشادو عليها، لكن هو ما قدرش يبلغ بهادشي حيت اولا خايف من نظرة الناس ليه والمقربين، وثانيا غادي يشتت الاسرة ديالو. كان يمكن ليه يطلقها، ولكن واخا هادشي كله ما قدرش. وهنا نعرفو السيد قداش كان متشبت بالاسرة ديالو وبولادو. راضية خلعاتها ردة الفعل ديال راجلها عزوز حيت كانت كتساين منو ردة فعل اخرى، وما فهمش ان الراجل ما باغيش الاسره ديالو تدمر. حيت غالبا حنا الرجال كنشوفوا الاسره وبيت الزوجيه كانه مشروع. الا مشى حتى فشل هذا المشروع فكيعني ان الراجل اللي فشل والمراه كتبقى غير مراه. هذا الشيء خلى راضيه تفكر بزاف ويضرها راسها، وباينه فكرات وتخيلات كاع الطرق باش تقتلو قبل ما تنفذ الجريمه ديالها. في الليل ما كانش كيجيها الناس بسبب التخمام والاسئله. اش غادي يدير بداك الدليل؟ واش غادي يشوهني؟ اش غادي ندير قدام الناس اللي كيشوفوني مرا شريفه وام مزيانه؟ كي غادي تكون النظره ديالهم ليا؟ فراضيه ناضت عيطات لخوها وقالت ليه كلشي، ان الراجل شاد عليها شي حاجه، وإلا خرج داكشي ووصل للبوليس ما غادي تدي منه والو وتخرج بالشكاره مقطعه. وعداتو انها تسمح ليه في حقها في الارض اللي عندهم في البلاد. فاخوها فكر مزيان وفكر في البلاد اكثر ما فكر في انه غادي يدير شي حاجه اللي صعيبه مع ربي وصعيبه حتى مع العبد. علمها انه موافق بشرط انها حتى تصفيها لراجلها عاد تصوني ليه. وداك الشيء اللي كان. فعزوز تبارك الله قوي عليها وعنده جسم ضخم، ما تقدرش تقتلو من غير السم. دارت ليه السم حتى مات وعيطات لخوها. دفنات عزوز، وحتى هاد الطريقه عندها تفسير نشرحها في اخر القصه ان شاء الله. دفناتو تحت الكراج. خوها مشى كمل حياته وهي كملت حياتها بحال اللي حتى شي حاجه ما وقعت. دازت مده. الابن شريف لاحظ ان الوجه اللي كتحاول الام ديالو تبينو للناس ديال انها هي ديك الزوجه اللي من نهار مشى ليها راجلها وانها حزينه على الاختفاء ديالو، انه ماشي هو داك الوجه الحقيقي ديال راضيه. فبالعكس مكمله حياتها عادي، وشي مرات لاحظها انها كتنسى كاع واش مازال عندها شي راجل سميتو عزوز. وزاد تأكد منين سمعها كتدوي مع صاحبها بواحد الطريقة اللي كتستفز الاختفاء ديال باه عزوز. فقرر يمشي عند خالو يستفسر منه على الله يكون عارف اش واقع. ولكن الخال ديالو ما بغاش يدوي معاه في الموضوع، وقال ليه سير عند امك هي تعاود ليك فين كاين باك. رجع عندها حساس بشريف ما بقى ليه والو ويفضحها، فقررت تصفيها ليه
حتى هو، وبنفس الطريقة اللي تخلصات بها من الجثة ديال عزوز دارتها لولدها شريف ودفناتو حدا باه، وأيضا بمساعدة خوها، وكملوا حياتهم مرة أخرى عادي. فالخال خوان مغرب مشى يستقر في الجزائر، وراضية بقات في نفس الحومة وفي نفس الدار اللي دافنا فيها راجلها وولدها. دازت مدة، البنت الكبيرة ما دخلتش ليها راسها ان باها وخوها كيتختفاو بجوج في ظروف غامضة، ضروري تكون شي حاجة. فكانت كل مرة تسول امها واش عارفة شي حاجة ومخبيها عليا، ولكن راضية تقدر تكذب على كل شي في المشاعر ديالها الا بنتها، حيت كتعرفها مزيان. ديما فاش كتجبد ليها الموضوع ديال عزوز وشريف كتلاحظ امها كتزير وكترفض تدوي معاها في الاختفاء ديالهم. حتى لواحد النهار راضية قررت تصارح بنتها الحقيقة. البنت فاش سمعت ان امها قتلات باها وخوها ودفنهم في نفس الدار اللي عاد دارت العرس ديالها فيه، فتصدمات ومبغاتش تدخل ليها الحقيقة للراس، وهددت امها الا ما مشاتش خبرات البوليس فهي اللي غادي تمشي عندهم وتعاود ليهم كل شيء. راضية حست براسها غادا تفضح وانها دارت غلط كبير فاش صارحات بنتها بالحقيقة، وقررت تصفيها ليها. ولكن هاد المرة ما كاينش شي راجل اللي في جنبها باش يعاونها، ففكرت دير ليها السم وتلوحها من السطح وتبان كأنها عملية انتحار. فداكشي اللي كان، وعاود كملت راضية حياتها عادي، وما بقات معاها غير بنتها الصغيرة في الدار. منين سمع خوها اللي في الجزائر الحادثة ديال الانتحار انبو ضميرو بزاف، وقرر يعاود الحقيقة لشي حد. فقرر يصوني لخوه اللي في مدينة قنيطرة ويعاود ليه كل شيء، ان اختنا راه قاتله الراجل والولد ودافنهم تحتها في الدار. خوها اللي في قنيطرة فكر بزاف حتى يقرر يمشي عند البوليس ويعطيهم التفاصيل. شرطة القنيطرة اتصلت بشرطة تطوان وعطاوهم المعلومات كلها، ومشاو شدوا راضية وحفروا الكراج، وتماك تم العثور على الجثة ديال الاب عزوز والابن شريف. ودابا راه مشدودة راضية عند الشرطة والاخ ديالها حتى هو، اللي الاقوال ديالو هو ان خوه اللي في الجزائر هو اللي عاود ليه كل شيء، في انتظار باش غادي تخرج به التحقيقات ان شاء الله. فبالنسبة للجريمة الاولى ديال انها تقتل الزوج ديالها عزوز ودفنو تحت الكراج، ففي العلم الإجرام أن الدفن، أما أن المجرم فاش كيدفن الضحية ديالو فهذا كيعني أنه بغى يتخلص من الأذى، اللي كان تيجيه من داك الشخص. فراضية كانت كتشوف عزوز أنه واحد الأذى كبير، أنه غادي يأذيها، يأذيها في النظرة ديال الناس، يأذيها في السمعة ديالها، لأنه كان شاد عليها الدليل على أنها كتخون. فهنا فكرت أنها تدفنو وأنها تخليه معاها في الدار. هذا اعتراف منها أن عزوز كان يعاملها مزيان وراجل مزيان، لأن تقولك المجرم لما من كيدفن الجثة ديالو، ملي كيدفن الضحية ديالو وتيخليها معاه في نفس البلاصة اللي عايش فيها، فالمجرم ما مستعدش انه يمحي دوك التجارب واللحظات اللي دوزها مع الضحية ديالو. فهذا اعتراف من راضية ان عزوز كانت يعاملها مزيان، انها ما بغاتش تنساه، ما تقدرش تنساه. منين دفناتو معاها في الدار يعني ما تقدرش تنساه، هذا دليل انها ما تقدرش تنساه. وثالثا باش المجرم يدفن الجثة، باش يدفن الضحية ديالو تحته وهو كيتمشى عليه، فهذا كيدل انه بغى يدللو،
انه كان تيمثل ليه واحد التهديد وواحد العائق. فبحال تيبغي السيطرة عليه، بحال تيبغي يسيطر عليه. فكيبغي يقول له انا قتلتك وانا دفنتك تحتي وانا كنتمشى عليك. ومتاكد ان راضيه ماشي مره ماشي جوج كانت كتدخل للكراج وتهضر مع الجثه ديال عزوز. فمنين دفناتو عندها في الدار، يعني ان عزوز ما عمره ما يتنسى ليها. ما تنساوش ان 33 سنه ولا 30 سنه ديال الزواج، فصعيب تنسى هاد المده هادي. ثانيا ولدها شريف كانت كتسنى منه انه غادي يوقف بجنبها وانه يكون معها. علاش؟ حيت لان الشخصيه السيكوباتيه الاجراميه المريضه النفسيه كتبغي الناس الاخرين انهم يجيو معاهم في نفس الخط، يعني يعطيوهم عذر. فهذه نصيحة الى شي نهار تحتي مع شي شخصية إجرامية سيكوباتية فما تبين ليش أنك أنت ضده، بالعكس حسو أنك ما غاديش ما تكونش ليه واحد التهديد، واحد العائق، بأنك معاه في داكشي اللي كيدير، أنك معاه غير باش تهدئو. حيت إلا بينتي له أنك ضده فما غيزيد إلا يخرج الشخصية الإجرامية اللي عنده. فبحال كتحاول أنك تسيس معاه، بحال اللي كنقولوا السياسة، تخدم معاه السياسة، تبين ليه أنك أنت معاه وأن هادشي عادي وأن أي واحد في بلاصتو كان يمكن ليه يدير بحال هادشي هذا. فكتبين ليه أنك في جنبو حتى كتبعد داك التهديد، يا تيكون تهديد عليك يا كيكون شي تهديد على شي شخص آخر. فكتبعد داك التهديد، وديك الساعة الشرطة ولا انت كتلقى عليها القبض ولا كتشدو بواحد الطريقة. ولا المهم حذاري ثم حذاري انك تبين ليه انك ضده. فالشخصية السيكوباتية الإجرامية ما كتبغيش انه كتبغي اللي يعذرها، اللي يكون معاها في جنبها. فهادشي اللي وقع الراضية كانت كتسنى ان ولدها يكون بجنبها. فمنين بدا كيقلب على الحقيقة وحسات بأنه غيهددها، ففكراتو في الضاه عزوز ودارت ليه ما دارت للزوج ديالها عزوز الله يرحمه، وحطاتو حداه، دفناتو حدا الزوج ديالها. بحال كتقول له كتفكرني في عزوز، ونفس التهديد اللي كانت تبان ليها من عزوز فهو نفس التهديد اللي بان ليها من ولدها شريف، انه غيفضحها وانه بزاف د الحوايج. فالجريمة الثالثة هي ديال بنتها. فبنتها ديك الساعة راضية فكرات ان ما معاهاش خوها اللي يعاونها. فانا متأكد انها حتى هي فكرت انها تدفنها حدا باها وخوها، ولكن ما كاينش شي واحد اللي يعاونها، وإلا دخلت شي واحد غريب من غير خوها فتقدر تفضح. ففكرت انها دير لها السم وتخليها وتدفعها من السطاح ولا من الشرجم، المهم باش تبان انها عملية انتحار. فهذه هي الفكرة اللي جاتها. وإلا لاحظتوا ان حتى بنتها كانت كتسناها انها غادي تعذرها وانها غادي تجي في صفها، ولكن هددتها قالت لها ودي الا ما مشيتيش عند البوليس انا غنمشي انا نعاود لهم كلشي. فهاد ثلاثه الجرائم تأكدوا لنا ان راضية يمكننا نصنفوها انها قاتلة متسلسلة. متسلسلة كتختار الضحايا ديالها بواحد النمط. شنو هو؟ انك يكفي انك تعرضها لواحد التهديد انك تفضح الامر ديالها، فهي غادي تفكر مباشرة وما ترددش انها تقتل اي واحد كيهددها وكيهدد السمعة ديالها.
لأن كانت هي كتشوف حياتها كاملة أنها هي السمعة ديالها، فاللي كي يهدد السمعة ديالها فأنها كتوصل بها أنها تقتلو. ثالثا، قاتلة محترفة. قاتلة محترفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، محترفة في القتل، ومحترفة حتى في إخفاء معالم الجريمة، وإخفاء السلوك الإجرامي عند المجرم. فما تنسوش أن 12 عام وهي مخبية هاد السر، وعارفة راسها شنو دارت، وكتواجه الناس عادي بحال حتى شي حاجة موقعت. فالشخصية السيكوباتية الإجرامية كتكون كتعيش تعيش حياتين، جوج ديال العيشات تيكونوا تعيشوا. شخصية أن داك الإنسان اللي معتدل مستقر نفسيا، مزوج ولا مزوجة، عنده واحد الاستقرار أسري، كتلقاه والد ولا كتلقاها والدة، عندهم أبناء كيعيشوا حياة طبيعية. بالمقابل كتكون عندهم الحياة الثانية اللي هي كتكون عندهم ازدواجية الشخصية، كتكون عندهم واحد الحياة واحدة أخرى اللي عامرة بالانحراف، الانحراف الإجرامي، الانحراف الأخلاقي. فهما كيعرفوا أنهم يوافقوا بين الحياتين، بين جوج عيشات. العيشة ديال واحد الإنسان عادي متزوج عنده دارو عنده وليداتو، والعيشة ديال مجرم واللي ما كتسناش ولا علاقة بين جوج شخصيات، لا علاقة بهم. فرق كبير أن في الشخصية الأولى كيبان لك واحد الشخصية هادئة، شخصية مسالمة، واحد الشخصية اللي متزنة متوازنة، واحد الشخصية اللي عايشة حياتها عادي. ولكن في الجانب الآخر عنده واحد الشخصية إجرامية، وكيقدر يتلاعب بال ب... شنو بالأحاسيس ديال الناس. فرادية نجحات 12 سنة باش تلعب بالأحاسيس ديال الناس، وقدروا نصنفوها حتى أنها ممثلة خطيرة. فإذا رادية قاتلة متسلسلة، منظمة، يعني كتختار الضحايا ديالها عندها واحد النمط، هو اللي هضرنا فيه، هو اللي قلنا أنه كتهدد ليها النظرة ديالها ديال المجتمع، النظرة اللي كيشوفوها الناس بها. إلا هددتي ليها هاد القضية هادي فإنها كتكون ضحيتها. قاتلة متسلسلة، منظمة، سيكوباتية، مريضة نفسيا، نعم سيكوباتية، ذات شخصية، ذات ازدواجية الشخصية، واحترافية، وممثلة خطيرة. هذه هي خلاصة القول. في انتظار إن شاء الله شي مستجدات في القريب العاجل إن شاء الله نوافيكم بها. وهنا غادي نكون ساليت الفيديو، وكنقول لكم نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.